الأزمة ممكن تكون امتحان، يا إما تكسر العلاقة يا إما تخليها أقوى بكتير. عمرك فكرتي بعد ما بتطلي بالأبيض وتتبسطي وتفرحي إنك هتقدري تستحملي أي حاجة تحصل من دول؟ هتقدري تستحملي خناقة، تستحملي عصبية، تستحملي ضغط في الشغل. كل الحاجات دي أكيد هتتعرضي ليها بعد الجواز. هنا بقى كل حاجة بيبان إن هل العلاقة دي أصلا كانت مبنية على مودة ورحمة، ولا كانت مجرد فرحة بيوم الفرح ولمة صحابنا وخلاص. الأزمات بعد الجواز مش هي اللي بتصنع المشكلة، بالعكس الأزمات هي اللي بتكشفها. يعني في واحد ممكن يهرب من المشكلة، وواحد تاني بيلوم، وواحد تاني بينهار مع أول أزمة. الأزمة هنا مش لعنة، لكن هنا الأزمة ممكن تكون امتحان، يا إما تكسر العلاقة يا إما تخليها أقوى بكتير. والورشة دي معمولة عشان اللحظات دي تحديدا. إزاي نفهم بعض، وإزاي نفهم أنماط المواجهة، وإزاي نواجه سوا بدل ما نبقى أعداء، وإزاي نحول الأزمة دي لدرس يقربنا بدل ما يبعدنا.